لو بتقدم على شغل فخلي بالك ان ممكن الاتش ار ما يكملش بص في البورتفوليو بتاعك بسبب صورتك الشخصيه. صورتك الشخصيه في البورتفوليو او في السي في لازم تبقى واضحه واحترافيه، زي الصوره اللي انت شايفها قدامك دي، والصور دي معموله بالاي اي. وخليني اشرح لك. السلام عليكم صديقي المصمم، انا احمد قبيل وده فيديو جديد من خليني اشرح لك. في البدايه ما ننساش اخواتنا ودعواتنا ليهم بالنصر والفرج القريب ان شاء الله. اول حاجه هنعملها صديقي المصمم، هتفتح معايا كاميرا الموبايل وتاخد كام صوره ليك كده بملامح وشك من زوايا مختلفه. بعد كده هنروح لشات جي بي تي نقول له احنا عايزين نعمل صوره احترافيه باضاءه استوديو على خلفيه رمادي فاتح او بيضه او اي خلفيه انت محتاجها، والصوره دي هنستخدمها في السي في ولينكدين. ومحتاج منك برومبت بالانجليزي لان هروح لنانو بنانا احط له صوري واقول له ان انا عايز الصوره الاحترافيه دي. تاخد البرومبت وتروح تفتح جيميناي او اي ويب سايت انت بتفتح منه نانو بنانا، هتحط البرومبت وتحط الصور اللي انت اتصورتها، يفضل صورتين ثلاثه كده علشان ياخد ملامح وشك بالظبط. اهم حاجه تكون صورتك واضحه وملامحك واضحه فيها. وبعد كده هتقول له كرييت وتستنى عليه شويه، هيحمل معاك ويطلع لك النتيجه اللي انت شايفها قدامك دي. ولو عايز البرومبت اللي انا استخدمته اكتب لي في الكومنتس كلمه برومبت بالعربي او بالانجليزي وهبعته لك في رساله. بس كده يا صديقي المصمم، زي كل مره شايف الموضوع سهل وبسيط ازاي. وفي النهايه لو انت مهتم بالاي اي ومجال الجرافيك ديزاين اكيد ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير وتستناني الفيديوهات اللي جايه. والسلام.